أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نفتح أولى ملفاتنا الطبية اليوم عن العدسات اللاصقة التي باتت ضرورية في حياة بعض الأفراد الذين يعانون ضعفا في النظر، ولكن إهمال العناية بها يسبب مخاطر عديدة. للحديث أكثر عن الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة ريم زهراوي، أخصائية جراحة عيون. صباح الخير دكتورة ريم. صباح النور. أهلا سارة. دكتورة، بس خلينا نستعرض أبرز المخاطر اللي ممكن تحدث للإنسان إذا أهمل العناية بالعدسات اللاصقة. أكيد العدسات اللاصقة في نوعين من المخاطر، في الكومبليكيشن الطبيعية اللي هي التهيج، الإحمرار، الحساسية، الدماع، بس في عندنا شغلات اللي أكثر منها اللي هي الانفكشن أو الالتهابات الملتحمة، واللي ممكن تعمل بعدها التهابات في القرنية. أكثر أنواع التهابات القرنية خطورة اللي هي الإصابة بجرثومة الأكتينوباكتر اللي هي مقاومة كثير للأنتيبيوتيك، وممكن تعمل لنا تخرب في القرنية وانسقاب في القرنية، وممكن تؤدي إلى فقدان البصر. أيوة. فلذلك العناية الدائمة بالكونتاكت لينز ضرورية كثير كثير. وهلا الحديث كله اللي هو الديسبوزابل كونتاكت لينز، الاستعمال مرة واحدة، بحطوها بالنهار، بشيلوها بالليل، ثاني يوم بغيروها، او الاكستنتد يلي ممكن تتم 3 ايام لاسبوع في العين. أيوة. ما بدها عنايه كثير، ما بدها مواد ما بدها مواد منظفه كثير طبعا. أيوة. يعني والمريض لازم كثير ياخذ حذره، اذا بده يشيلها، بده يحطها، بده ينظفها، بده ينظف ايديه مليح، بده يغير ميه العدسات. طيب دكتورة، هنا شو الافضل؟ يعني الافضل استخدام العدسات اللي هي البير داي او الاستخدام اليومي، ولا الاخرى اللي في استخدام يومي، في استخدام شهري، يمكن في استخدام اطول لمده اكيد سنة؟ هلا حديثا كله الاستخدام الديسبوزابل، هو الاستخدام اليومي اللي حتى للنظر. للنظر هو كله للنظر. طبعا في ديكوراتيف كونتاكت لينز شغلات ثانيه، الملونه او المسرحيات او اللي بغيروه من شكل الحدقه، اذا في تشوه في الحدقه، هدول شيء ثاني. بس اللي بيصلحوا النقص والانحراف والمد البصر، هدول كلهم ممكن في 3 انواع. في انواع يوميات بقى، هي على حسب نسبه المي فيها وعلى حسب تحمل المريض. في مرضى ممكن يتحملوها لمده اسبوع، في مرضى ما بيتحملوها، يوم واحد لازم يشيلوها. أيوة. طيب بس دكتورة، انت ذكرتي انه يمكن المشكله الابرز اللي هي الالتهابات والعدوى. اكيد. طيب بس يعني مثلا كثير من اللي يحطوا عدسات لاصقه بتحكهم عيونهم شويه احيانا، متى لازم يعرفوا انه لا الموضوع يحتاج انه لازم يروحوا مستشفى؟ يعني ايش هي الاعراض تبعت الالتهاب الشديد مثلا؟ اكيد المريض هو قبل ما يوصف له اي شخص كونتاكت لينز لازم يشوف الطبيب، لانه في حالات ما بصير يحط فيها كونتاكت لينز. لازم اولا نشوف يعني وضع العين، هل في مرض ما، هل في نقص دمع. اذا كان نقص دمع، اذا كان المريض معه نقص دمع صعب كثير يتحمل الكونتاكت لينز. نعم. اذا كان معه نوع من التحسس، اذا في عنده ضخامه في الجريبات، هي بدها تزيد كمان، ما بيحسن يحط الكونتاكت لينز. ففي حالات لازم الطبيب هو اللي يقرر انه انت جود كانديديت فور كونتاكت لينز ولا ما. أيوة. يعني مش كل الاشخاص مؤهلين انه أكيد لا. يحطوا اكيد لا. عدسات اكيد لا. بعد الكونتاكت لينز اللي بده يحطها بده دائما يراقب يعني وضعه، بده يشوف انه هو عم يتحملها ولا لا، عم بصير معه نقص دمع ولا لا. هلا كمان في يعني قطرات يعني خاصه مشان الدمع الصناعي، ممكن الواحد يحطها مع العدسات اللاصقه، لانه سابقا ما كان الواحد بده يشيل الكونتاكت لينز وبده يحط التيرز. هلا صار في نوع من القطرات بحطوها مع الكونتاكت لينز. ايوه. طب دكتوره، هل ممكن وضع الكونتاكت لينز لاكثر من 24 ساعه؟ يعني ايش هي المده؟ طبعا في اكستنتد كونتاكت لينز ممكن الواحد يحطها بين 3 حتى لحد الشهر كامل. في نوع ما يشيلها ولا مره ينظفها؟ ما يشيلها. في انواع من العدسات اللاصقه نحن طبعا ما بننصح يعني بوضع العدسات اللاصقه بالليل، بس العدسات اللاصقه اللي بيناموا فيها كمان بيناموا فيها. هي ممكن في بعض الحالات اللي عنده صعوبه بحط العدسات، عند بعض الاطفال نحن يعني حتى بعض الاطفال لازم يحطوا عدسات لاصقه في بعض الحالات، يلي عنده نقص بطرف واحد او يلي عنده مشكله ساوى مي بيضاء وما زرع فيها عدسه، فبيحطوا عدسات لحتى يحسنوا الرؤيه في سن الطفوله. في بعض الحالات لازم
لازم الواحد يحط اكستنتد كونتاكت لينز، وما في مشكله اذا كانت تحت المراقبه. ايوه. طب بس دكتوره، انا في دراسه قراتها بتقول انه معظم الناس عارفين القواعد الاساسيه لاستخدام العدسات اللاصقه، لكن على الرغم من كده بيطنشوا. ايش تعتقدي المشكله؟ هي مجرد كسل يعني ولا ايش بتكون؟ مجرد كسل واهمال وما بيعرفوا بالمخاطر. يعني نحن كاطباء بنشوف بالفعل كومبليكيشن طبعا نادره ما بنشوفها كثير، بس بنشوف مخاطر كثير بشعه باهمال العنايه بتنظيف العدسه اللاصقه. اكثر المخاطر هو التهاب القرنيه. اذا التهبت القرنيه طبقه غير موعاه ما فيها اوعيه دمويه، كثير صعب شفائها. إذا تقرحت، إذا صار فيها انسقاب، بده يضطر الواحد لزرع قرنية. الله ما يقدر. يعني هي بنشوفها بس بحالات نادرة. طبعا في عندنا حالات التهاب ملتحمة، هي البينك آي في القرنية بتصير ممكن سحجات في القرنية بسبب سوء الاستعمال، أو هو عم يقطع عم بشيلها بيساوي سحجة في القرنية، بصير في ألم دماع. هي كلها في لها حلول يعني، بس أكثر المخاطر هي التهاب القرنية. طب دكتور، اعطينا بشكل مبسط يعني الاشياء اللي لازم في طرق العنايه لمن يستخدم العدسات اللاصقه. اول شيء لازم الفحص السريري ما قبل استخدام العدسه اللاصقه، حتى نشوف انه في كونترا انديكيشن لاستخدامها. ما يكون في عنده جفاف في الدمع، ما يكون في عنده تربه تحسسيه. والعنايه الدائمه انه الواحد دائما يغسل ايديه ويعقم. حتى تغيير يعني علبه العدسات لازم الواحد يغيرها كل شهرين تقريبا يكبها. والاستعمال السوليوشن بشكل دائم. طيب بس دكتوره، في حال حدوث التهاب او انه الواحد حس انه لا انا عيني تعبانه، ايش الخطوه الاولى اللي يعملها؟ اول خطوه انه يشيل الكونتاكت لينز، لا بقى يحطها، يفحصها اذا كان في مفرزات، في مواد عم تطلع من العين، لازم بيكون في حاله انتان عندنا. اذا كان في حكه شديده او احمرار، ممكن يكون في عندنا تحسس. ممكن يغير نوع العدسه حتى اذا كان صار في تحسس من هالنوع المعين. هاي هي اهم الخطوات لحتى ينقذ عينه. بس ما في مثلا قطره معينه او شيء ممكن يحطها؟ في قطرات بتخفف الاعراض، بتخفف الاحمرار، بتخفف الدماع، بس المشكله انه اذا بلش الانتان وما حس انه يشخصه بده يتطور. فلذلك اي اعراض استمرت لاكثر من 24 ساعه لازم يشوف الطبيب لحتى يطمن على القرنيه. طب دكتوره، في مجال انه العدسه تضيع في العين؟ ممكن طبعا في مجال. هلا في كثير ناس بيفكروا انه راحت العدسه وفاتت لجوا العين، طبعا هي ما بتفوت ابدا لجوا العين. جوا العين يعني من ورا؟ انه من ورا بتفوت لورا، ما بتفوت لخلف العين ابدا. بتروح يا بالجفن العلوي يا تحت الجفن العلوي تحت الظفر، او في قبوه الجفن السفلي. ممكن تنشأ في بعض الاحيان وتفوت لتحت لقبوة الجفن السفلي. طبعا بتسوي تخريش، بتنشال فورا. اذا كان ما حسن يشيلها بيروح لعند الطبيب بقطرة مخدر بيشيلوا اياها. يعني شغله بسيطه، بس طيب هي ما بتختفى. خير، البسوا نظاره او اعملوا ليزك يعني او اهتموا بالعدسات. هي العدسات سيء. ايوه، هي العدسات يعني بتوفر حل يمكن مثالي بالنسبه لكثير من الناس، بس يمكن الشيء اللي هو احيانا البعض ما بيفهمه اللي هو بيلبسها لاسباب بس جماليه تغييريه، بدها مثلا عيونها تكون خضراء ولا زرقاء. يعني هدول ايش بتقولي لهم؟ يعني قديش مسموح لهم انه الواحد يستخدم هذه العدسات؟ اكيد يعني هي العدسات الملونه هي شهوه، يعني الواحد بده يحطها لمده ساعات، ما ممكن يحطها لفترات ولا ينام فيها. انا ما بنصح ابدا بالنوم بالعدسات اللاصقه، ما في منها خلي العين تتنفس. في نوعيات كمان، يعني في نوعيات غاليه، في نوعيات رخيصه، في ناس كثير بتسترخص تقول لك حرميها. هذه العدسات في انواع طبعا على حسب الشركات وعلى حسب نسبه المي اللي فيها وعلى حسب تصليحها. في انواع بتصلح الانحراف مع النقص. في انواع. بس يعني هل السعر مقياس للجوده؟ لا ما له مقياس للجوده. لا ما له مقياس للجوده. طيب نحن اذا بنشكرك يمكن على وجودك معنا طبعا، وبنقول لك انه طبعا كانت معنا الدكتوره ريم زهراوي اخصائيه جراحه عيون. طبعا شكرا لك يا شكرا لكم للتوعيه.